السلام عليكم. انا حازم، والنهارده مش هحنكش في الكوره، هنحنكش في حاجه تانية. الحنكشه فكره والفكره لا تموت. في القرن ال 13 كان في امبراطور روماني اسمه كلاديوس ده كان مانع الجنود بتاعته ان هم يتجوزوا او يحبوا عامة يعني. فكان بسبب ان هو في اعتقاداته ان ده هيشغل الجنود ومش هيعرفوا يركزوا في الحروب او في التدريبات بتاعتهم او في الحروب اللي كانت زمان ايام الرومان الكلام ده كله. فكان في الوقت ده قديس اسمه فالنتين دوت. في ناس كانت بتقول ان هو روماني وناس تانية ما كانتش تعرف اصوله. فالنتين دوت كان دايما بنقاش مع الامبراطور كلاديوس بسبب انه مش راضي يخلي الجيش بتاعه يتجوز. فقال لك ايه الامبراطور كلاديوس؟ قال لك فالنتين دوت هيوجع لنا دماغنا يا عم، نخلص منه. فراح مخلي السجان بتاعه يسجنه. بس السجان هنا كان جدع، يعني حضرة السجان على الجدعان قفل بابه. لا، السجان هنا كان جدع وعمل ايه يا باشا؟ ما قفلش البيبان على مين؟ على عم فالنتين ده. اداله الحريه وهو في السجن. راح جايب له بنته يعلمها القرايه والكتابه وكده للقديس فالنتين. فهو بيعلمها القرايه والكتابه وكده، لا اخد باله ان بنت السجان نظرها ضعيف، قام معالجها خلاها تشوف كويس ومش عارف ايه والحنكشه ديت. فقام حبوا بعض وهو في السجن وبتاع. كانوا بيبعتوا لبعض ايه؟ جوابات. فكان في حروب وفالنتين دوت توفى او استشهد في اعتقاداتهم يعني يوم 14 نوفمبر. هنا بقى خلدوا اليوم دوت يوم الفالنتين في عيد الحب. المصريين كلهم عندهم يوم 14 نوفمبر دوت بيحتفلوا بعيد الحب. يعني كل ولد وبنت بيحبوا بعض يروحوا يجيبوا لبعض هديه، وكل اتنين متجوزين بيحبوا بعض. هو هنا بينطبق على الحب على الولد والبنت. بس انا بقول لعم فالنتين دوت، انت مش كل حاجه تنطبق في الحب عن الولد والبنت، عن الراجل والست، وعن اي اتنين بيحبوا بعض. هنا بينطبق عليهم عيد الحب. انا في اعتقاداتي ان البني ادم بيحب اي حاجه في الدنيا فبينطبق عليها ايه؟ عيد الحب. انا شخصيا بحب مثلا الاهلي جدا، اهلاوي مجنون. هنا الاهلي هو الحبيب الاولي بالنسبه لي، يعني ما حبيتش حد في حياتي قد الاهلي او قد الكوره. هنا بينطبق برضه في عيد الحب، الحب للاهلي. ايه علاقه ده يا عم حازم؟ مثلا حد يقول لك ايه علاقه ده بالمحتوى بتاعك او بالكوره عامه او بالرياضه؟ لا، احنا يمكن جيل محظوظ جدا ان هو عاصر اكتر قصه حب انا بشوفها في التاريخ ما بين كريستيانو رونالدو وجورجينا وبين ميسي وانطونيلا. يعتبر من وجهه نظري المقارنه في صالح ميسي. ممكن ناس تقول لك انت غلطان، لا ده كريستيانو رونالدو وجورجينا اقوى قصه حب في التاريخ. لا يا عم، انا مش غلطان، انا بتكلم صح. ميسي وانطونيلا بيحبوا بعض من ايام الطفوله، ناس كتير عارفه كده. بس ميسي ممكن يكون ما عرفش ان هو ياخد الشهره او السكسي بتاع كريستيانو رونالدو وجورجينا. يعني قال لك ميسي بيحب بعض هو وانطونيلا من ايام الطفوله، وبعدوا عن بعض فتره لما راح يلعب في برشلونه وسافر اسبانيا وهي ما كانتش معاه. هي من ارجنتين طبعا. في 2008 خلفوا 3 اولاد ورجعوا لبعض وعاشوا قصه حب جميله. في 2017 اتجوزوا ميسي وانطونيلا. كريستيانو وجورجينا بقى يعرفوا بعض من فتره مش بعيده. كريستيانو كان بيحب واحده قبل جورجينا وبعدين خلف منها، وبعد كده ايه عرف جورجينا وخلف منها برضه، حبوا بعض وعاشوا قصه حب برضه. هي كويسه جدا بس مش عظيمه او مقارنه في صالح. ده ملخص لعيد الحب. اي حد مش شرط ان هو يكون بيحب بنت او بنت بتحب ولد ان هو يعيش فتره عيد الحب، لا خالص. اي حاجه انت ممكن تستمتع بكل حاجه في الدنيا. انا مثلا حبيت في حياتي مره واحده بس، ما اعتقدش ان انا اعرف احب تاني. يعني عشت قصه الحب مره واحده، كنت انا بندم على كل لحظه ضيعتها وما استمتعتش بيها معاها عشان اقدر اعوضها عن كل الفترات اللي احنا. بس ده كان قدر وربنا والنصيب ليه راي تاني. انا مش هقدر اعمل، ما فيش في ايدي حاجه اعملها. بس انا بحاول اقول لكل حد بيحب شخص او بيحب اي حاجه في الدنيا استمتع بيها. مش شرط ان انت تكون حاجه معينه، لا، استمتع بكل حياتك. الدنيا كلها جميله تستحق انك تستمتع بيها. ده كان ملخص
لعيد الحب. اتمنى اكون لخصته كده في حاجه لذيذه كده، بنحنكش في اي حاجه مش شرط في الكوره. واتمنى تتابعونا في فيديوهات جايه كتير في بودكاست هاج موجود.